السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه عظماء المستقبل وسفراء المستقبل، عظماء الحاضر طبعا برضو، وسفراء برضو الحاضر، لانه اي سفير تمام هو بيبقى معناه ان هو بيحمل معاني، وبيحمل قيم. القيم دي والمعاني دي هو بيجوب فيها في جميع ارجاء كوكب الارض وبيمثلها. فهو بيبقى اسمه عشان كده سفير. يعني انا بروح هنا وبمثل فكرة زي كده، بروح هنا وبمثل حاجة زي كده. فانتوا سفراء حتى لو على المستوى المحلي، انتوا سفراء لقيم ومبادئ الخير والصلاح. لان انتوا يعني أنا بالنسبه لي انتوا بتمثلوا بجد العمود بتاع المجتمع، عمود الجيل الحالي والجيل القادم. ف يعني بجد، يعني لو تعرفوا بجد أنا متوسم فيكم قد ايه خير بجد. هت يعني فعلا هتتشجعوا اكتر واكتر ما انتوا فيه، لان انتوا فعلا بجد تبقوا ناس عظيمه. بس اهم حاجه تبقوا ناس عظيمه. اهم حاجه يعني تبقوا عارفين ان انتوا وصلتوا المرحله دي بضمير، بما يرضي الله. ما وصلتوش غلط، لا، عايزكم توصلوا بالطريقه الصح. تمام، كده كده هتوصلوا. لو انتوا تعبتوا هتوصلوا. بس تعملوا اللي عليكم، بس تكونوا تتقوا الله، ما تعملوش حاجه غلط، ما تعملوش حاجه حرام، مش حاجه تغضب ربنا، ما تعملوش حاجه ضد مبادئكم. واعرفوا واعلموا انه انتم عاملين زي عاملين زي عارف إيه؟ الساعة، ساعة غالية، اسورة، خاتم، عند الجواهرجي، والجواهرجي كل شوية عمال يحط له فص ألماس، فص ألماس، فص ألماس. فتعبكم، كل ذرة تعب وكل ذرة مجهود انتوا بتتعبوها وبتبذلوها، هي بتزود من قيمتكم بجد. فانا عايزكم تبقوا ما تبقوش متضايقين ان انتوا تتعبوا، على قد ما انتوا متضايقين لو حسيتوا انتوا مش بتتعبوا. لان انتوا على الاقل لو مش في يوم من الايام، مش كله بقى سفرة، بس في يوم من الايام كلكم هتبقوا ابهات وكلكم هتبقوا امهات. تمام. يعني يعني على ما اذكر، وعلى ما يعني انا اتوسم او اتوقع انه احنا كجيل حالي، يعني لما نشأنا وكده كنا بنشوف اهلنا، بنحس ان هم سابقنا بخطوات، ان هم انتوا عملتوا ازاي كده، وكنتوا ازاي بتعملوا كده يعني اللي هو احنا كنا واخدينهم قدوة. تمام. او على الاقل يا سيدي كنت واخد حد من اهلك او من قرايبك قدوة، حد من الجيل الاكبر منك قدوة، انك بتشوف فعلا انك انت ازاي فاهم ان هم كانوا متقنين ومخلصين في عملهم. ازاي فاهمني مثلا والدتك مثلا ممكن تكون مثلا كانت بتصحى مثلا من النوم كل يوم فاهمني تطبخ مثلا، ممكن تكون مثلا بتشتغل، مش ربة منزل بس فاهمني، تشتغل وتطبخ وتراعي البيت وتذاكر لك مثلا وتكون معاك مثلا، وتكون مع اخواتك. وفي نفس الوقت الاب برضو يصحى برضو من النوم يروح شغله ويرجع فاهمني، يحاول ان هو يقضي شويه وقت معاك، يحاول ان هو يعمل حاجه. فاللي هو انت بالنسبه لك فاهم ريتم ان انت تلاقي حد كده فاهم بالنسبه لك الحاجه دي. انا عايزك تكون على الاقل اللي هي الاساس بالنسبه لك، فاهم اللي هو سيدي ما تتعبش عشان تبقى سفير، ما تتعبش عشان تبقى وزير يا سيدي. انت بقى عشان خاطر تبقى اب محترم، انت عشان خاطر تبقى ام محترمه، عشان خاطر تبقوا فعلا تعبتوا. لما ابنك ولا لما ابنك يجي فعلا يسالك على حاجه، لما تلاقيه حاسس ان هو مثلا يعني محتاج شويه، فاهم، تبقى عارف تنصحه ازاي. لما تحس ان ابنك شويه مقصر وتقول له مثلا عايزك تبقى احسن، وعايزك تبقى كذا وكذا وكذا، تبقى فعلا بتنصحه فعلا. يعني اللي هو ايه، من باب فعلا انك انت فعلا يعني مصدق في الحاجه دي، مش انك انت ما تكونش عشت الحاجه دي وعندش الحاجه دي في الاخر انت تنصحه وبتطلب منه حاجه انت اصلا ما عملتهاش. فاهم قصدي؟ فمتهيألي دي هتفرق قوي، انك انت ابنك او ابنك او بنتك او بنتك او بنتك او بنتك، ان هم يشوفوكم ان انتم فعلا في احسن صوره، ان هم يحسوا فاهمني ان انتم الكتالوج بتاعهم. فده متهيألي ده سبب مهم جدا. اتعبوا بجد وربنا هيكرمكم. واهتموا جدا بان انتم يعني تبذلوا اقصى ما عندكم، وربنا عمره ابدا ما هيخيب ظنكم ابدا. انا حبيت ان انا اعمل سلسله الفيديوز دي عن فكره ازاي اتعامل مع ماده كذا، ازاي اتعامل مع ماده الاي ار، ازاي اتعامل مع ماده مثلا الفكر، ازاي اتعامل مع ماده الكومباراتيف، هكذا وهكذا وهكذا. ليه؟ لانه كل ترم بيبقى فيه شويه مشاكل عند بعض الناس. اسجل الماده دي، ما اسجلش الماده دي، اعمل ايه يا مازن، مش عارف ايه، انا قلقان من الماده، انا مش عارف فاهم. فانا بقعد اقول ايه هنا
وهنا 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 نفس النصايح، فبحس ان جهدي مهدر. فبعد كده اي حد هيسالني عن اي ماده هبعت له ايه الفيديو ازاي اتعامل مع الجزء بتاعها. خلاص ازاي اتعامل مع، انا مثلا واحد بيقول لي مثلا انا خايف من الاي ار بالانجلش مش عربي، اعمل فيها ايه؟ انا اسجله؟ لا، ابعت له فيديو ده، هبعت له فيديو ده هيدوس عليه هيفتحه هيلاقيني بقول لك ازيك عامل ايه. انا كنت عارف انك انت عندك السؤال ده، وانا عشان هنا موجود. ممكن ما اكونش احسن حد آه، ينصحك او انسب حد ينصحك، ولكن انا كنت مكانك وحاسس بيك، فعشان كده انا هديك كام نصيحه. مش هقول لك ان هم يخلوك تقفل ال- الماده، ولكن على الاقل هيضمنوا لك انك انت لو انت لزمت بيهم شويه انك انت تجيب تقدير فوق المتوسط. تمام. وعلى الاقل على الاقل ان انا بقول لك الوجهه النظر او الطريقه اللي انت الحاجه اللي انت داخل عليها. تمام. فعشان تبقاش عارف ايه يعني داخل على ايه، فبديك فبقرب لك شويه ايه بقرب لك شويه المسافه. تمام. عارف الفراعنه الفراعنه كانوا بيكتبوا على المعابد وعلى الجدران بيرسموا وبيكتبوا بيسيبوا اصلا عارفين ان في غيرهم كان هيجي بعد كده. فانا حاليا انا لسه متخرجتش، لسه قدامي لسه بعض المواد. فانا طالب زي زيك. تمام. انا مش دكتور ولا انا معيد ولا اي حاجه. تمام. ولكن انا اخوك او انا اخوكي، انا كنت مكانكم فانا حاسس بيكم. تمام. فاقول لكم تتعاملوا ازاي النهارده مع ماده الاي ار. ماده الاي ار هي ماده يعني ليها ذكريات كتير جدا معاها بجد يعني. فاهم اللي هو انا شربت الاي ار دي بجد من كتر ما انا يعني. فانا مش عايز ايه، مش عايز ناس تبقى تايهه في الاي ار، مش عايز ناس تبقى ايه مش عارف تعمل ايه فيها فاهمني. عايزين ننجز بقى. فاهم يعني مش انا مثلا ممكن اكون مثلا وقعت كام وقعه مثلا في الاي ار. تمام. انه غيري بقى يفضل بقى نفس المشكله. فاهم. غطا بلاعه ما حدش عايز يسده. ما نسد غطا البلاعه. مش فاهم انا غطا البلاعه ما بيتسدش ليه؟ ليه كل حد ليه؟ ما خلاص. فانا جاي اسد غطا البلاعه. يا ريت ايه، يا ريت يعني نلتزم بقى ايه من واحد ايه ما يغلطش ايه غلطات ايه بديهيه. خلاص. انا على فكره جبت في الاي ار تقدير مش بطال. يعني ما جبتش طبعا امتياز وكده، بس يعني برضو ما جبتش دي او سي ماينس او كده، جبت حاجه اعلى من كده شويه. فيعني انا بعتبر نفسي في المتوسط من اي ار. ولكن ده انا برضو ما كنتش من الاول، برضو ما كنتش برضو عارف الدنيا ماشيه ازاي او كده. فانا جاي اقول لك بص دلوقتي يا سيدي، ماده الاي ار هي ماده انت مجرد ما تتخصصت بوليتيكال ساينس او علوم سياسيه هتاخد الماده دي تقدر تاخدها. هي مفتوحه لك. تمام. هتاخدها على الاغلب في الترم الثاني بتاع سنه ثانيه، لان هي ما بتنزلش ولا سمر ولا ترم اول. فما تبقاش متعشم وتاجلها، عشان عارف ناس كتير بتقول لي انا هاجلها عشان قلقان منها مش عارف ايه. طب ما هتنزل السنه الجايه، هتستنى لغايه السنه الجايه. هي نزلت الترم الاول عندي عربي، بس نزلت بالعافيه لان في ناس كتير عايزه تتخرج، لان الماده بيبقى مهم. عايزك تكتب على فكره ورايا المعلومات دي، عشان لو انت مثلا ايه عشان فاهم ممكن اكون بقول كام معلومه كده، فانت بقى برضه تكتبهم برضه ورايا، عشان ايه برضه تحطهم في صوره قدامك كده في ورقه، وتبقى برضه ايه وتبروز الكلام اللي انا قلته. بص، ماده الاي ار هي ماده محتاج انك انت تجيب فيها فوق الدي، يا تجيب فيها سي ماينس على تجيب فيها 65. من ضمن اربع مواد في القسم عندك لازم تجيب فيهم ايه، تجيب فيهم سي ماينس، وهم الكومباراتيف والاي ار والفكر والنظريه السياسيه واحد والنظريه السياسيه اثنين. بوليتيكال ثيوري 1، بوليتيكال ثيوري 2، كومباراتيف اي ار. اوكي. الاربع مواد دول لازم تجيب فيهم على الاقل سي ماينس. تمام. فلو انت جبت فيهم دي هتقدر انك انت تنجح فيهم، وهتقدر انك تاخد المواد اللي هي تفتحهم، ولكن مش هينفع تتخرج. هتضطر انك انت ايه في اخر ترم مثلا ليك او كده عشان تتخرج تحسن المواد دي. فليه؟ فانت من الاول ايه تاخد الماده وتخلصها بتقدير كويس من الاول. فاللي حصل الترم اللي فات انه كان في ناس مجموعه من الناس كتير كانت عايزين يتخرجوا. تمام. وكانوا جايبين مثلا في الماده دي كانوا ناجحين في الماده دي، فعايزين يحسنوا، فمش هيستنوا غير الترم التاني. فحصل فاهمني، ما اعتقدش انه هيحصل تاني ان هي نزلت الترم الاولاني. تمام. ولما نزلت الترم الاولاني ما يعني كانت متعارضه مع مواد كتير. تمام. فمش كله برضو عارف ان هو ياخدها. تمام. فانا مش عايزك تستنى انك انت تاخدها مش في ميعادك، لا انت خدها في سنه تانية احسن حاجه. طب انا افتراضا فات عليا الوقت واخدها في سنه ثالثه، خلاص خدها في سنه ثالثه. هتعمل ايه؟ فاهم. الحمد لله قدر الله مش افعل، بس ما يبقاش بمزاجك وبقصدك. خلاص. لان زي ما قلت لك هي الماده سهله. اتفقنا. وانا هقول لك هي فعلا سهله ليه. دلوقتي
ماده الاي ار بتفتح 3 مواد تانيين اجباريين، بتفتح مواد اختياريه بس ما علينا، الاختياريين مش مهمين قوي. تمام، في انك تتخرج، بس الاجباريين مهمين. يعني الاختياريين لو انت ما لقيتش الماده دي نازله ممكن تاخد غيرها. تمام، بس اجباريين لازم تاخدهم. الاجباريين هم ايه؟ ماده تطور علاقات دوليه اللي تتفتح على طول بعد ما بتخلص الاي ار، وماده قضايا دوليه معاصره اللي بتتفتح برضه على طول بعد ما بتخلص الاي ار. الكونتمبرري، والكونتمبرري بتبقى باللغه الانجليزيه زيها زي اللغه زي الاي ار. ده بالنسبه عند شعبه، عند شعبه عربي. عند شعبه انجلش طبعا كل المواد عندكم بالايه بالانجلش. بتفتح برضو التطور العلاقات الدوليه بيفتح نظريه سياسه خارجيه. فانت يبقى كده عندك انت ايه، ثلاث مواد بيتفتحوا. تمام، مادتين بيتفتحوا في نفس الوقت وماده بتفتح لسه بعد ماده. فانت السياسه الخارجيه دي انت تاخدها في الترم الثاني بتاع السنه الثالثه على الاغلب، والتطور هتاخدها في الترم الاول بتاع السنه الثالثه على الاغلب، وفي سنه رابعه هتاخد في الترم الثاني بتاع السنه الرابعه قضايا دوليه معاصره على الاغلب، او ممكن تاخد في الترم الثاني بتاع السنه الثالثه قضايا دوليه معاصره اذا ما كانتش متعارضه مع ماده من السنه الثالثه. فعلى الاغلب يعني انت هتبقى قادر عادي انك تاخدهم وتسجلهم، بس ممكن تعرض ماده مع ماده في سنه ثالثه. بس عموما يعني عندك اهو، عندك لسه 3 مواد لسه، فعايزك تخلص الماده. تمام، بس فكده احنا ايه، عرفنا ايه حيثيات الماده. محتاج انك انت تكون تخصصت السياسه، طالما اتخصصت خلاص. تاني حاجه انك انت ت... اسمه إيه ده، انك انت تجيب فيها ال سي ماينس. وتالت حاجه انها تفتح 3 مواد. ورابع حاجه انها يعني ما بتنزلش غير الترم الثاني. تمام. وخامس حاجه اكيد انت عارف انها بالانجلش. طيب نيجي بقى للماده ذات نفسها. انا دلوقتي مثلا انا خايف من الماده دي، انا مش عارف اعمل ايه في الماده دي، اعمل ايه؟ انا قلقان منها ليه يا ابني؟ عشان هي بالانجليزي. بص دي الماده دي اسهل من الكومباراتيف بالنسبه لي. تمام. بسبب ايه؟ بسبب حاجتين. بسبب المنهج بتاعها كمعلومات وكافكار هو اسهل، كان اسهل بالنسبه لي من الكومباراتيف. تاني حاجه بسبب الدكتورز. تمام، الدكتورز بيسهلوا الدنيا. تمام، الدكتورز زيهم زي اي دكتور عندنا في الكليه، من الدكاتره المحترمين والدكاتره الجمال، والدكاتره اللي فعلا بيهتموا بانك انت تبقى فاهم. وبل بالعكس كمان، هم مش شرط انك انت تكتب لهم بالصم، انت بس كفايه انك تكون فاهم وكتبت لهم بتعبيرك. لانك انت في السلايدز وفي الريدنجز وكده هتلاقي انه اللي هتلاقي فيه كلمات مجعلصه. تمام، هتلاقي فيه كلمات اللي هو انت هي بتعبر عن معنى بسيط مثلا، فاهمني؟ كلمه مثلا بتعبر عن معنى كبير مثلا، فاهم؟ فتلاقي كلمات كتير، فاهم، بتعبر عن كلمه معنى كبير. لان ده بيبقى اسمه الفلوينسي او الطلاقه، انه ما ينفعش، فاهمني، حاجه علميه ما يكونش فيها شخص ان هو بارع يبان ان هو بارع في اللغه. والفلوينسي بمعناه ان انا اعبر عن معنى بكذا كلمه. فهتلاقيه هنا قال لك بيج مثلا، ممكن مثلا يقول لك مثلا ايه هيوج هنا مثلا، فاهمني؟ يقول لك مثلا هنا مثلا انورمس مثلا، فاهم؟ ف3 كلمات اهو بنفس المعنى، فاهم؟ فانت لو انت مش عارف تحفظ كلمه انورمس في السلايدز، احفظ، خليها بيك، بدلها بافهم، وبدلها بالكلمات الاقرب ليك بالانجلش، وعبر في الامتحان بالانجلش، والدكتور تديك درجه طالما انت فعلا فاهم. فدي اول سبب. فانت يا سيدي، ولو انت مش قادر انك انت تسيدي تفهم وتعبر بطريقتك، احفظ السلايدز. تمام، ده لو انت شعب عربي. شعب انجلش بيبقى بالنسبه لهم مهم ان عندهم ان هم يذاكروا ريدنجز. تمام، انت كشعب عربي عندك ريدنجز، بس الريدنجز مش ضروره علشان خاطر انك انت ايه تتقفل الامتحان. عادي انت ممكن تقفل الامتحان لو انت ايه يعني السلايدز متمكن منها كويس قوي. تمام، لان في ناس بتقول لك انا مش لاحق اذاكر السلايدز، ذاكر ازاي الريدنجز سيدي خلاص. يعني ذاكر السلايدز وقت ما تفضى، وقت ما تلاقي عندك قدره افتح ريدنجز، لان الريدنجز على فكره مهمه. الريدنجز هي اللي بتاخد منها السلايدز، الريدنجز هي الموضوع الاكبر من السلايدز، هي جزء، هي فاهمني، هي برزنتيشن، فاهم؟ هي كام نقطه كده مهمه او فكره، لكن هي مستخلصه منين؟ من الريدنجز. فانت مهم انك تذاكر من الريدنجز. انا على نفسي في اول الترم لو كنت متحمس وكده كنت بذاكر من الريدنجز، فاهم قصدي؟ بس بعد كده لما ما لحقتش خلاص ذاكرت من السلايدز، اكتفيت بالسلايدز والدنيا كانت ماشيه تمام. بس انا قصدي ان الريدنجز فعلا مهمه، فحرام عليك انك انت ايه ما تفتحهاش تلقى على نظره بس، على الاقل تقراها وكده. لو انت شعب عربي، لو انت شعب انجلش لا ذاكرها وركز على النقاط المهمه فيها، عشان برضو هي مهم انك تكتبها في الامتحان. بالنسبه طبعا مش عارف برضو، على حسب برضو كل دفعه. كانجلش برضو اسالوا برضو ريدنجز مهم ولا لا، وبرضو كعربي برضو اسالوا برضو ريدنجز مهم ولا لا. بس على الاغلب ده اللي انا كنت بشوفه المتعارف عليه
تمام، السنه اللي فاتت واللي قبليها وهكذا. تمام. فالماده زي ما احنا عرفنا ان هي ايه، هتبقى عباره عن سلايدز وعباره عن ريدنجز. تمام. طيب هتبقى عباره عن، يعني ده متقسمه ازاي كدرجات؟ على الاغلب بالنسبه لشعب عربي، شعب انجلش برضو نفس الشيء، على الاغلب برضو اللي بيديكوا دكتورز تو انجلش بيدوا برضو دكتورز تو، هم برضو اللي بيدوا ماده بالعربي، ولكن بيبقى في شويه اختلافات. يعني السلايدز تبقى اكبر شويه، فيها شويه توبيك زياده على حسب. بس يعني بتوع انجلش هم اللي بيبقى عندهم ممكن تكون الدنيا زياده عندهم شويه شويه. بس على الاغلب يعني معظم كلامي هو ايه، انجلش او العربي، الدنيا برضو ايه يعني شغاله. تمام. بس فيما عدا انك انت تجاوب وكده، انت المفروض شعب انجلش فاهم، وانت بتجاوب فاهم، يعني تكون مجاوب بالريدنجز، تكون مجاوب من السلايدز، فاهم، يكون عندك ايه في تنوع كده شويه. تمام. وبرضه اسال الدكتور برضه، يعني انا دلوقتي لو انا انجلش شعب انجلش وكده مثلا انجلش سيكشن وكده، اروح اسال الدكتور في المحاضره عندي، لا وانا يعني انا مش لاحق مثلا اذاكر من الريدنجز وكده، لو ذاكرت من السلايدز هل كفايه، انا عايز اقفل وبتاع، فشوف هتقول لك ايه. بالنسبه لاعمال السنه، فهي 5 درجات اتندنس بالنسبه للسكشن، وبالنسبه وبالنسبه للليكتشرز. في محاضر، في مواد ما بيبقاش ليها سيكشنز، بس الماده دي بيبقى ليها سيكشن. تمام. فبيبقى في 5 درجات اتندنس هنا، و5 درجات اتندنس، يعني الاثنين كله على بعض 5 درجات. تحضر في السيكشن وفي المحاضرات، فاهمني، هتاخد 5 درجات بتوعك. فانت تحضر عشان تفهم، وتحضر برضه عشان خاطر ال5 درجات ايه ما يضيعوش على الفاضي. اما بالنسبه لل اسمه ايه ده، لل 25 درجه الباقيين، ففي في 3 اسايمنتات عندك. اول اسايمنت بيبقى 5 درجات، بيبقى اسايمنت صغير شويه، تقريبا بيبقى بالكتير 3 4 صفحات، 5 صفحات بالكتير، وبيبقى على موضوع مثلا من موضوعين، لان انت يعني انت كل اسايمنت بتاخده بيبقى على موضوع انت كنت لسه واخده مع الدكتور في الليكتشر. فالتيتشر اسيستنت في السكشن هيقول لك ايه، انت هتاخد هنعمل مثلا بحث عن الموضوع ده. فانت على الاغلب هتكون يا اخدت اول موضوع اللي هو الانترناشونال اكترز. تمام. والموضوع الثاني هيبقى الليفل اوف اناليسيس. ف لو انت كنت خلصت، يعني وانت يعني لو انت كنت مثلا خلصت اول موضوع مثلا والسكشن مثلا وقتها، يعني المعيد ممكن يقرر ان الاساينمنت يبقى على مثلا ليفل اوف اناليسيس او على الانترناشونال اكتورز، على حسب يعني انهي موضوع. بس هو غالبا مش هيخرج بره الموضوعين دول كاساينمنت. مثلا هتختار مثلا لو ليفل اوف اناليسيس، فانت هتختار اسمه ايه ده، هتختار انا فاصل طول عندي طول يوم من الساعه 9 الصبح في الكليه. المهم، فانت بدوري معاكوا دعوه حلوه. فانت هتختار مثلا، لو انت مثلا ليفل اوف اناليسيس، هتختار ليفل من الليفلز، مثلا الانديفيدوال ليفل، الستيت ليفل، الجلوبال، مش الجلوبال بس، خلينا مثلا نقول الانترناشونال ليفل اوف اناليسيس. وتختار حاجه مثلا من الثلاثه دول، مش عارف الجلوبال ليفل ممكن ينفع برضو ولا لا، بس تختار يعني حاجه من ليفلز تو اناليسيس. وهتختار كيس، تمام، تحللها من الانترناشونال كيس، تمام، تحللها من هذا المنظور. سواء بقى فاهمني كان مثلا مثلا كان في مثلا حصل مثلا أزمة، مثلا حرب، صراع، حصل مثلا تعاون، تحالف، اي حاجه، في اي حاجه فاهمين دوليه حصلت، هتاخدها مثلا وايه هتحللها. مثلا هتحلل مثلا الدوله مثلا مثلا في موقفها مثلا من قضيه معينه، مثلا بناء مثلا على ليفل من التلات دول، هتختار ليفل وتحلل مثلا، والدكتور والتيشر اسيستنت هيفهمك اكتر وكده. فده هيبقى اول اساينمنت، فتعمل حسابك، هو الاول اساينمنت هيتم طرحه تقريبا في تاني اسبوع ليك في الكليه. فانا عارف انك انت هتبقى في عندك اجازه ما بعد الاجازه، ارجوك دي حاجه غلط ما تعملهاش. انت خدت الاجازه خلصت، تبدا بقى الترم تحضر عشان الاساينمنت بتاعتك ما تفوتش. تمام. هيبقى في بعد كده اساينمنت تاني ب 10 درجات، واساينمنت تالت ب 10 درجات، على ما على حسب اللي انا كنت شفته. تمام. الاساينمنت التاني والتالت هيبقى برضه على مواضيع برضه من الحاجات اللي انتوا خدتوها، وهيبقى بالكتير قوي، هيبقى كل اساينمنت هيبقى بالكتير قوي 15 صفحه بالكتير قوي. تمام. بالكتير يعني ممكن يكون كان اذا ما كانش اقل. تمام. والبحث اكيد طبعا بالانجلش، والابحاث بيبقى فيها فوت نوت. فوت نوت يعني انك انت مهم انك انت مثلا كل صفحه مثلا يكون المعلومات اللي انت جايبها فيها مش من مصدر واحد، على الاقل مصدرين او كده، فتبقى عامل حسابك. طبعا ما اعرفش
طريقه التوثيق على حسب كل تيتشر اسيستنت. تمام، فانت عندك اهو 3 ابحاث مضمونين، سلام في الديدلاين، تبقى عارف من الاول ان هم هيبقوا البحث الاول. قلت لك كمان على المواضيع اللي هي ممكن تبقى موجوده، بس لو الدكتور تيجي اساسا غيرت رايها وقالت لكم تديكوا بحث ثالث خالص، ما تجيش عليا خلاص، ما تجيش عليا. حاليا انا بصور الفيديو ده في رمضان 2000، مع بعد رمضان قصدي 2000، 2025. فعلى الاغلب درجات الميد ترم نزلت بتاعه الدفعه دلوقتي اللي بتاخد الاي ار دلوقتي. آه، وهم دلوقتي ايه غالبا هيكونوا ايه يعني الاسايمنت التاني هيسلموه بتاع الاي ار، او ممكن يكون لسه الصراحه مش عارف بصراحه، مش متابع قوي. بس يعني اللي بتكلم فيه الاسايمنت التاني هيتم يعني طلبه يا اما قبل الميد ترم او بعد الميد ترم، يعني يبقى في فتره الايه. والاسايمنت التالت هيبقى قبل، هيبقى تسليمه ما قبل الايه، ما قبل الدراسه ما تنتهي مثلا باسبوع او اسبوعين. تمام، حاجه في الرينج ده. طبعا ممكن كل ده يتغير عادي على حسب فاهمني، كل سنه ما حد ما تجيش مش عشان بساعدك خلاص تيجي عليا ماشي انت تمسك فيا انا ماليش دعوه. هقول لك على اللي كان ايه، على اللي كان حاصل قبل كده. فانت عندك 3 اسايمنتات، اول اسايمنت هيبقى 5 درجات، اسايمنتين ب 10 درجات. او اسايمنت قلت لك مثلا لو حتى لو انترناشونال اكتورز مثلا هتختار مثلا دور، مثلا هتختار مثلا انترناشونال اكتور مثلا ايا كان نوعه مثلا، وهتعمل مثلا عنه بحث فاهم، بتعرفه بتقول الدور اللي هو بيقوم بيه، وتدي مثلا مثال على قضيه دوليه مثلا هو شارك فيها، او مهم او حاجه عملها يعني الانترناشونال اكتور ده، سواء مثلا سواء كان منظمه دوليه، او مثلا سواء كان شركه متعدده الجنسيات، على حسب انت لما هتاخد ايه لسه فاهم. بعد كده لما ال3 اسايمنتات دول انت متمكن منهم، بتحضر السكشن، بتحضر المحاضرات، انت كده ايه 5 درجات اتندنس، وال 25 درجه باذن الله بتوع الابحاث. طبعا لو انت عايز تضمن ال 25 درجه بتوع الابحاث، تبقى عامل الابحاث من اول ما تطلب تبدا فيها، وقبل الديدلاين تروح تبدا تكلم الدكتور. تمام، الديدلاين بيومين 3 4 تكون على الاقل مخلص البحث، تروح تكلم الدكتور تقول له يا دكتور حضرتك ده البحث دلوقتي انا حابب اخد رايك فيه، انا دلوقتي لو سلمته هقدر ناخد درجه كامله ولا استنى في عليه تعديلات. فهو هيقول لك التيشر اسيستنت نفسه قصدي، هو هيقول لك والله عدل عليه كذا كذا، او مثلا ممكن يقول لك خلاص مثلا ممكن ما يحبش ان هو يقول لك معلومات او كده على حسب، بس على الاغلب هيقول لك لو في حاجه ناقصه وهتعدلها، باذن الله تاخد ال 30 درجه بتوع اعمال السنه. وطبعا لو في السكشن مثلا لو طلب مثلا برزنتيشن، ممكن تقول له مثلا برزنتيشن مثلا تمام عن موضوع مثلا حاجه مثلا تطوعيه، اتطوع عشان تاخد بونص، عشان الحاجات دي عليها بونص. تمام، شارك في السكشن، شارك في المحاضره، تمام، عشان الحاجات دي الله اعلم، بس مش عارف الدكتور بتدي بونص ولا لا، بس انا متاكد منه انه ممكن يبقى فيه بونص في السكشن. انا على ايامي كان فيه بس ده بالنسبه ل 30 درجه. طب بالنسبه ل 20 درجه بتاعت الميد ترم، والله عن شعب عربي بيبقى الميد ترم من ساعه يعني من ساعه ما وعيت على الكليه وعلى القسم، من سنه 2021. تمام، ومن ساعه ما الامتحانات بدات تبقى يعني تبقى 2021 2022 2021 من سنه 2021، والامتحانات من ساعه ما بدا الامتحانات ترجع تاني تبقى اوف لاين وكده. وامتحان الميد ترم بتاع الاي ار على ما اذكر تمام كان ام سي كيو ترو اور فولس، وهم بالفعل الدفعه دلوقتي هم خلصوا الامتحان ودرجاتهم طلعت، وعلى الاغلب ممكن تكون درجتك يعني كويسه. تمام، على الاغلب ممكن تكون يعني درجتك يعني فاهم مش هتبقى وحشه قوي او كده، او ممكن تكون نص نص، ده مش مهم قوي، اهم حاجه الفاينل. تمام، لو انت انجلش فعلى الاغلب هيجي اي سي. تمام، اللي ممكن يجي اي سي. تمام، وممكن يبقى فيه برضه ام سي كيو وترو اور فولس على حسب برضه الدكتور محدد، بس اللي بتكلم فيه ان انت كانجلش هيبقى عندك ايه، الدنيا هتبقى تتعب شويه اكتر في الميد ترم. تمام، من بتوع عربي، يعني مش ترو اور فولس بس وام سي كيو، لا هيبقى ممكن يكون اكتر من كده على حسب، ممكن برضو يبقى على حسب يعني، على حسب كل بس انا متابع معاهم اكتر عربي، وبقول لك ان هو الميد ترم بيبقى دايما ايه ترو اور فولس وام سي كيو. تمام، فاحنا كده ايه، احنا كده ايه يعني تمكنا من ذاكرنا المحاضرات. تمام، ودخلنا في الميد ترم وقعدنا نلون البابلز دي، فباذن الله مثلا معانا 50 درجه كده. نيجي بقى لاهم مرحله وهي مرحله الفاينل. تمام، مرحله الفاينل انا دلوقتي الفاينل بالنسبه لي هو اهم حاجه. ليه؟ لانك انت كشعب عربي او شعب انجلش كده كده الامتحان هيجي لكم هيبقى فيه جزء كبير قوي، اما كانش كله اي سي.
فلو انت مش متعود على الايساي، وبالذات بتكلم شعب عربي، مش متعود انك تكتب ايساي وانك انت تكون مذاكر كويس الحاجات وتعرف تكتبها وتسترجعها على حسب كل سؤال، على حسب كل نقطة، وتجاوب بالايساي، فللأسف هتجيب درجة وحشة حتى لو أعمال السنة كانت مسنداك، أو لو أنت حتى نفسك تعدي وأنت أعمال السنة نص نص، أنت ممكن فاهمني لا قدر الله لا قدر الله ما تعديش لو أنت، لا لو انت هامل الدنيا. فارجوك ارجوك، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا قلقان دلوقتي، قلق تاني، بس انا جاي اهو بقول لك اهو، بقول لك ارجوك تذاكر من السلايدز. لو انت شعب عربي تهتم بالسلايدز، تديها اولويه، تحفظها بالصم، تفهمها وتعبر بطريقتك، مش مهم، اهم حاجه انك تكون متمكن من السلايدز كلها. تمام. فالفاينل هيبقى مش صعب قوي، بالعكس هو هيبقى عباره عن يعني مثلا تقريبا 8 اسئله، كل سؤال هيبقى عليه 5 درجات، وهيبقى في سؤال ممكن يبقى في سؤال تاسع، ايوه في 9 اسئله، في سؤال تاسع هيبقى عليه 10 درجات. سؤال 10 درجات ده هيبقى اجابته بالكتير قوي في صفحه، بالكتير صفحه وشويه. تمام. فمش هيبقى كبير قوي زي ما تتخيل. والاسئله اللي كل سؤال عليه 5 درجات هيبقى بالكتير قوي اجابته خمس ست سطور، نص الصفحه بالكتير، كل اجابه كل سؤال بالكتير. فاهم؟ فانت هتاخد كل موضوع من توبكس من السلايدز، فاهم؟ هو يجي عليه مثلا سؤال، مثلا سؤال هنا على حاجه، سؤال هنا على حاجه، سؤال هنا على حاجه، فانت تكون يعني حافظ السلايدز او فاهمها، وتجاوب على النقاط دي. تمام. وتجاوب بضمير المكتوب بالسلايدز فعلا. تمام. ولو انت انجلش ريدنجز برضو هتسعفك، مهمه جدا طبعا. واسال برضو الدكتور على حسب، عشان برضو ما اكونش بحملك يعني مسؤوليه زياده. فانت دلوقتي هيبقى عندك قد ايه؟ هيبقى عندك دلوقتي عندك ايه؟ هيبقى انت دلوقتي عندك باذن الله انك انت ايه، برضو متمكن من الفاينل. فانا هو نصيحتي للفاينل انك تبدا تذاكر من دلوقتي، ايا كنت بتشوفني امتى. تمام. ابدا تذاكر من دلوقتي، ذاكر اول باول. تمام. ذاكر بانك انت يا اما تحاول تحفظ او تحاول تفهم. الدكتور كده كده مش هيؤاخذ عليك قوي، على قد ما يؤاخذ على انك انت مش كاتب الفكره والمعلومه صح. تمام. فكده احنا ايه معانا ال 100 درجه. تمام. يعني باذن الله، باذن الله ممكن حد، انا عارف ان الاساينمنت، نتيجه الاساينمنت الاولاني طلعت. تمام. وفي ناس كتير الفتره دي ممكن تكون يعني حاسس انها ناقصه شويه في الاساينمنت الاولاني، او بتشتكي او كده. ولكن ما تقلقوش، يعني الدنيا بالنسبه للشعب عربي يعني ده مش بيحصل دايما، بالعكس يعني الدنيا هتمشي، والدرجات هتزيد باذن الله، انا متاكد. لان يعني قصدي ما تقلقوش من حوار ان ابحاثكم او الاساينمنت بتاعتكم ايه، مش هتاخدوا عليها درجه كامله، لا هتاخدوا عليها درجه كامله، بس زي ما قلت لكم تعملوا ايه، قبل ميعاد تسليم فتره، تقوموا ايه، تكونوا خلاصين الجزئيه بتاعتكم، البحث بتاعكم، وتروحوا توروه للمعيد او التيشر اسيستنت، تقولوا له لو سمحت يا دكتور ممكن تقول لنا يعني انا دلوقتي سلمت البحث ده اخد درجه كامله ولا لا؟ بس فده تعمله عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر اسمه ايه ده، عشان خاطر باذن الله تضمن درجه انك تقفل. فلو انت مثلا درجتك مثلا كانتش احسن حاجه في الاساينمنت الاولاني، ما تقلقش، الاساينمنت الثاني تبقى احسن. لان هو بس ممكن مثلا يكون مثلا تيشر اسيستنت مثلا يعني كان اول مثلا مره مثلا يدرس مثلا او كده. طبعا على فكره يعني انا لما خدتها بالعكس، انا السكشن نفعني جدا وخدت درجات فيه كويسه جدا. فهو برضه على حسب برضه كل تيتشر اسيستنت، بس انا بضمن لك ان الدكتورز اللي هم بيدرسوا دلوقتي وهيفضلوا باذن الله يدرسوا فتره، هم درجاتهم كويسه. وبالعكس يعني لو في مثلا تيتشر اسيستنت لسه جديد او كده ومثلا نقص مثلا شويه في الاسايمنت الاولاني او كده، فلا الدكتور يعني هتخليه ان هو برضو ما يبقى اكثر رفق شويه. فما تقلقوش، يعني ما تقلقوش، درجاتكم هتبقى كويسه باذن الله. بس انتوا تتكلموا برضو مع الدكتور. تمام. لو في حاجه، في حد مثلا عنده حاجه او كده، والدنيا هتبقى تمام باذن الله. بالنسبه للاساينمنت بجد يعني، عشان انا بس يعني افتكرت الاسبوع ده في كذا حد قال لي على حوار الاساينمنت الاولاني اللي هو ب5 درجات ده، انه في ناس مثلا مش راضي. انا جبت 3 من 5، انا جبت مثلا 2.5 من 5، حاجه زي كده. فما تقلقوش، لا ده مش انا عادي يعني، في ناس كتير جدا في الاساينمنت الاولاني على ايام دفعتي كانوا جايبين 4 من 5 و5 من 5. فتقفل الاساينمنت، انك تقفل الاساينمنت ده مش صعب، اهم حاجه بس تلتزم بالمصادر، تنوع المصادر. تمام. اهم حاجه تلتزم بالمصادر، تكون بالانجلش، تلتزم بانك انت تكتب كتابه تكون يعني علميه، انك انت ما تاخدش ما تعملش البلوجاريزم، ما يبقاش فيه سرقه علميه وبس. تكتب في عدد الصفحات، باذن الله الدنيا تبقى سهله. طيب دلوقتي تمام، انا دلوقتي ايه خلاص فهمت، شكرا يا مازن، ازاي اسست نفسي في الاي ار. دلوقتي انا عايز اعرف
هي هتتكلم عن ايه مثلا؟ انا اللي ما اعرفش اصلا دلوقتي الاي ار، انا لسه مثلا في سنه اولى مثلا او لسه هتخصص سياسه، فعايز اعرف لو يعني ماده زي الاي ار دي بتحتوي على ايه او بتتكلم عن ايه. بص يا سيدي، انا لما انا خدتها احنا كنا بنتكلم عن تقريبا 8 او 7 مواضيع، حاجه في الرينج ده. اول موضوع كان بيتكلم عن الانترناشونال اكتورز، او اللي هم مش انترناشونال اكتورز بس، اللي هم الاكتورز في العموم يعني، فاهم؟ الفاعلين، فاهم؟ الفاعلين يا اما الدول او الفعل، او في فاعلين من الدول وفي فاعلين من غير الدول. تمام. وفي فاعلين يعني بيبقى في فاعلين من غير الدول بيبقوا حكوميين، بيبقى في غير حكوميين، بيبقى في مثلا منظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية، بيبقى في مثلا اسمه ايه ده، بيبقى فيه مشاركات متعددة الجنسيات، بيبقى فيه أحلاف. تمام. فالحاجات دي هو بيقول لك انه في الحتة دي بيشرح لك هو اكتر، هو انه جزئية انه مش كل الاسم ده يعني، مش كل الفاعلين مش شرط انهم يكونوا دول، ممكن يكونوا في من غير الدول. تمام. فدي اول نقطة، هو بيشرح لك الاكترز في العلاقات الدولية. تمام. الفاعلين. تاني توبيك هتدرسه هيبقى ال هيبقى الليفل اوف اناليسيز، مستويات التحليل. انا كواحد في العلوم السياسيه وفي مجال العلاقات الدوليه، انا لما اجي دلوقتي ادرس كيس او ادرس قضيه او ادرس، لازم ان انا اختار ليفل اوف اناليسيز او ليفل، اختار مستوى تحليل احلل بناء عليه قضيه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا احنا مثلا ناخذ مثلا الازمه السوريه كمثال، اللي حصل في سوريا الفتره اللي فاتت. تمام. لو انت هتدرسه على المستوى الفردي فانت individual ليفل، فانت هتقوم واخد هتاخد بشار، وهت ايه، وهتدرس شخصيته وهتدرس اسرته، تدرس يعني تبعات قراراته وكده هتدرسها، واثرت مثلا وشخصيته وكده ازاي في الحاجات اللي حصلت في سوريا. لو انت تدرس على مستوى الستيت ليفل، هتدرس الدولة وهي مكونة من كام طائفة ومن كام عرق والتاريخ ومين اللي كان مسيطر زمان ومين مش عارف ايه وكده، وفهمني والاحداث اللي حصلت عشان توصل لغاية انك تحلل اللي حصل في الفترة الأخيرة في سوريا. لو انت هتاخد الانترناشونال ليفل، فانت هتاخد مثلا الجيران حوالين مثلا ايه سوريا مثلا، فاهم؟ و... ومين له مصلحة ومين حاطط مثلا قاعدة هنا ومين مش عارف داخل هنا ومين مش عارف ايه، فاهم؟ الانترناشونال ليفل. وازاي الحاجه اللي حصلت في سوريا مثلا حتى لو كانت داخليه، هي برضو افكت او اثرت برضو على مستوى يعني نوعا ما يمكن انترناشونال. تمام. في طبعا جلوبال ليفل، بس مش عارف يعني جلوبال ليفل ممكن تعمل عنه تختار انت عنه انه يعني بحث وكده ولا لا، لانه متهيألي جلوبال ليفل هي تبقى حاجات مش كتير قوي، فاهم؟ الحاجات اللي حصلت في على مستوى جلوبال ليفل اللي وصلت انها تبقى جلوبال، انها تبقى على مستوى الساوث والنورث وتاثر في كل ده، مش عارف، بتهيألي تبقى مش كتير قوي، زي المناخ زي كورونا كده. بس فده هتبقى ايه، هيبقى اول هيبقى يعني دي هتبقى اول وتاني موضوع. بعد كده هتاخد الابروتشز او الاقترابات، او ازاي ان انا كواحد مثلا يعني بدرس العلاقات الدولية، ازاي شفت حدث ان انا افسره او ان انا اقرب له في التحليل من خلال يعني او مش في التحليل قوي بس من في الفهم من خلال نظريه من النظريات. فانت هتلاقي عندك حاجه اسمها الرياليزم، النظريه او الاقتراب الواقعي. هتلاقي عندك الليبراليزم، الاقتراب الليبرالي. هتلاقي عندك الكونستراكتيفيزم، الاقتراب البنائي. تمام. فهي بتفسر لك مثلا ليه دولة مثلا دخلت في علاقة مع دولة، مثلا ليه دي عملت حلف مع دي، ليه مثلا دي مثلا رافضة دي ليه، فاهمني؟ هتلاقي قضية واحدة هتلاقي فيه كذا، فاهمني؟ اقتراب بيفصل لك، فاهمني؟ ف ف ف ف ف فدي بالنسبة لي، يعني دي كانت بالنسبه لي كانت الرياليزم والليبراليزم وكده، هي كانت جزء، كانت شبه شويه الكومبارتيف في الحاجات اللي انتوا خدتوها وكده. آه،
هتاخدوا برضو النيو ليبراليزم والنيو رياليزم برضو. ويعني انا بالنسبه لي دي كانت النقط دي كانت اللي هي الحاجات الايزم دي، هي كانت ايه، كانت ارخم حاجه سيكا بالنسبه لي في الماده. تمام. بس بقيه المواضيع كان الشراكه كانت كويسه، بس بالنسبه لي ليه، لان هي لو في اسئله تيجي وبيجي دايما منها اسئله في الفاينل وفي في الميد ترم، ما يجي منها اسئله يعني مثلا مقارنه مثلا بين الرياليزم والنيو والنيو رياليزم، مثلا الليبراليزم والنيو ليبراليزم. فانت هنا هي داخله شويه في حاجه لها علاقه بالفكر السياسي او النظريه السياسيه، انك انت لازم تشغل شويه دماغك تبقى فاهم قصدي الفرق بين دي تبص ازاي للعلاقات الدوليه، دي ازاي بتبص للعلاقات دي ازاي بتبص للدوله، دي ازاي بتبص للدوله، دي ازاي بتبص ايه اللي بيحرك المصالح اللي بتحرك الدوله، دي ازاي بتبص. فاهم قصدي. وبعد كده بعد ما تخلص الابروتشز وكده، هتبدا انك انت تاخد مفهوم القوه في العلاقات الدوليه، الباور. وهتبدا تاخد فكره انه مش مش اسمه ايه ده، انه مش بس القوه زي اللي احنا عهدناها يعني بالشكل التقليدي، اللي هو يعني في ان هي قوه اقتصاديه او قوه عسكريه بس. لا بالعكس، في حاجه اسمها قوه ناعمه. وهتاخد جوزيف ناي وتعريفه عن القوه الناعمه، وهتاخد حاجه اسمها سمارت باور. فدي بصراحه السلايدز دي لذيذه قوي بجد، بحبها موت بجد يعني. فاهم ان هي بتعرفك بعد جديد كده، فاهم. فهتاخد الباور. بعد ما هتاخد ال الباور، هتاخد الصراع الدولي او الانترناشونال كونفليكت. يعني ازاي الصراعات مثلا بتنشأ، ايه اسباب الصراعات، فاهم. ايه اللي يخلي دولة تدخل مع دولة في صراع. فهو ده الانترناشونال كونفليكت او الصراع الدولي، او الصراع اللي حتى لو مش دولي، يعني حتى لو داخل دولة. اصل خلي بالك يعني مش شرط ان هو حاجة عشان تكون يعني دولية انها تكون بالمعنى الحرفي. لا، هي ممكن تكون دولية بانها اثرت دولية على اللي حواليها. فاهم قصدي. والدليل على كده مثلا ايه، هتلاقي مثلا يعني هتلاقي مثلا اسمه ايه ده، تلاقي مثلا ازمات مثلا حصلت مثلا في دول. تمام. فرادة بس اثرت على مناطق حواليها كتير. فاهم. هتلاقي كتير، هتلاقي كتير. بس انا مش حابب بصراحة اذكر مثال او كده، عشان يعني الامثله يعني ليها علاقه بالدول المجاوره لينا وكده. فمش حابب قوي ان انا اذكر اتطرق للنقطه دي. بعد كده هيبقى عندنا هناخد السكيورتي ستاديز، او مش شرط على فكره السكيورتي ستاديز تاخدوها ساعات. ممكن تاخدوها ممكن لا، بس فعلا لو ساعات الترم او يعني الترم بيجري، او ساعات مثلا لو الترم قصير او كده، فممكن يعني ممكن يتلغي يا اما السكيورتي ستاديز، او ساعات مثلا ممكن مثلا يتلغي الانتجريشن جاي لكم اقول لكم الانتجريشن ده ايه. بس هتاخدوا السكيورتي ستاديز، وهت يعني اللي هو دراسات الامن. تمام. دراسات الامن القومي عموما والامن الدولي. ويعني ايه سكيورتي، وايه هي المدارس المختلفه اللي بتناقش او بتنظر لفكره الامن. تمام. العالمي او الامن الدوله او كده. تمام. وعلى فكره باي ذا واي، السكيورتي ستاديز هي سب فيلد من الاي ار. يعني لو احنا مثلا قلنا انه الاي ار هي سب فيلد من العلوم السياسيه، والعلوم السياسيه في ليها 3 سب فيلد مثلا. اللي هم يعني او ليها ثلاث حاجات رئيسيه، 3 فروع رئيسيه، اللي هم الاي ار والبوليتيكال ثيوري والكومباراتيف بوليتكس. هتلاقي انه الاي ار ليها 2 سب فيلد على حسب ما انا اخدت. تمام. وهم الانترناشونال سيكيورتي وال الاي الاي الانترناشونال الانترناشونال بوليتيكال ايكونومي، الاقتصاد السياسي الدولي. IPE انترناشونال. هتلاقي الاثنين دول ايه، يعني سب فيلد من الاي ار. برضو بعد كده هتقوم واخدين الانترناشونال، ده هي تقريبا الموضوع السادس. الانترناشونال
الانترناشونال انتجريشن او التكامل. بمعنى ايه؟ وليه الموضوع ده يتطرق يعني بقى مهم في الفترة الأخيرة من دراسته؟ هتلاقي الاتحاد الأوروبي التكامل إنه إزاي يحصل، فاهمني، تكامل ما بين دولة ودولة تانية مثلا، فاهمني، في نواحي، في مش لازم أقول لك في كل نواحي، مش لدرجة إن هم يندمجوا يبقوا كيان واحد، بس مثلا في نواحي مثلا نواحي اقتصادية، مثلا يكون في مثلا حلف مثلا ما بينهم، مثلا سواء مثلا كان حلف مثلا اقتصادي، حلف سياسي، حلف عسكري، ايا كان، بس تاخد التكامل. تمام. وانسب او مش انسب، بس اكتر يعني اكتر مثال، اكتر مثال للانتجريشن هو اليوروبيان انتجريشن او التكامل الاوروبي. وعملوا ازاي الاوروبا، ازاي دول اوروبا تكاملت مع بعض، وازاي عملت ايه، عملت الاتحاد الاوروبي. فده الانترناشونال انتجريشن يعني باختصار. وبعد كده هتاخد الانترناشونال بوليتيكال ايكونومي. زي ما قلت لك، ده هيبقى تقريبا هيبقى اخر جزئيه لما تاخدها. وهي بتتناول صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الورلد بانك، والانترناشونال مونيتري فاند. بتتناقش بقى مش بس فيهم، بتتناقش في اسمه ايه ده، في ازاي هم بيأثروا بالسلب او الايجاب على الدول الديفلوبينج كونتري او الجلوبال ساوث او الدول اللي لسه بتنمو. هي وبيشوف يعني مثلا اختلاف مثلا اراء مثلا، والله ده الشخص ده قال ان البنك الدولي لا له حاجات كويسه وبيشارك وبيسأل، لا حد قال لك لا مش عارف ايه، بس مش بالرغي ده قوي، فاهم قصدي؟ بس يعني على حسب ما انا دلوقتي اوصل لك، عشان انا خلاص قربت افصل. فانه اسمه إيه ده، انه يعني ان هم هيناقشوا الاقتصاد، ان هو الاقتصاد السياسي يعني الاقتصاد السياسي الدولي. تمام. هيناقشوه بمستوى، على مستوى تاثيره على مستوى ايه، على الدول الناميه. تمام. وازاي انه ممكن ياثر في السياسات بتاعت دول. تمام. وازاي مثلا هو ممكن مثلا ما يكونش اصلا بياخد اصلا في اعتباره، فاهمني، الدول دي، ويكون مثلا عنده حاجه يعني، فاهم. حلو قوي بجد. هيبقى حلو. تاخد برضو الورد تريد اورجانيزيشن، منظمه التجاره العالميه برضو. تاخد 3 امثله دول تقريبا: الورد تريد اورجانيزيشن، والاي ام اف، الانترناشونال مونيتري فاند، والورد بانك. بس كده تكون دي التوبكس اللي انا قلت لك انك انت هتاخدها في الاي ار. فانا متهيألي يعني انا كمازن اللي حبيته يعني وفي كمان حاجه كمان، في حاجه كمان هتاخد برضو، انت هتاخد الكونفليكت. تمام. هتاخد انترناشونال كونفليكت كانترناشونال كونفليكت. تمام. ولكن هتاخد برضو هتاخد برضو بعد الانترناشونال كونفليكت، هتاخد الليفل اوف اناليسيز وعلاقتها بالانترناشونال كونفليكت. وده اصلا ممكن يكون اساينمنت اصلا عليك. تمام. انا افتكرت الموضوع ده لان انا برضو كان عندي اساينمنت، كان كده تختار كونفليكت وتحلله ايه بناء على ليفل من الاناليسيز اللي انت خدته. فمثلا انت مثلا هتختار مثلا كونفليكت مثلا ما بين مثلا الحاجه اللي ايه المعتاده، يوكرين وروسيا. تمام. فهتاخد مثلا على مستوى الانديفيديوال، هتاخد مثلا هتحلل مثلا هتحلل مثلا اسمه ايه ده، بوتين، وهتحلل بتاع اوكرانيا اسمه زيلينسكي ولا مش فاكر اسمه ايه. وهتحل مثلا مستوى الدولة، هتحل بقى كل دولة، مثلا اوكرانيا استقلت امتى، وهي كانت اصلا قبل كده مثلا تبع مش عارف ايه، وهي اصلا ايه هي يعني تتكون من ايه وكده. فاهم؟ لو على المستوى الانترناشونال فهتتكلم برضو عن فكرة انه يعني ازاي الصراع ده اثر فيه، وجيران مثلا الدول دول كانوا عاملين ازاي، وازاي ساهموا في كده، وحلف الناتو ودول. فاهم؟ تتكلم في بس يعني بس دي برضه ده الموضوع ده موضوع برضه تقوله. فهم كده تقريبا هو 8 مواضيع. تمام. على الاغلب ممكن تاخدهم كلهم، على الاغلب ممكن تاخد منهم 6 ل7 ل8 مواضيع على حسب. فيعني زي ما قلت لك المواضيع دي هتذاكر من السلايدز. تمام. ولو انت شعب عربي
وورد شرح انجليش برضو عليك وعلى السلايدز. يعني انت خدت المحاضره تحفظ السلايدز كويس جدا، تفهمها وتدخل على الريدنجز لو انت انجليش فاهم. يعني برضو السلايدز ما ترميهاش مش وقت فوق مش، لا هي مهمه فاهم، ليها دور فاهم. على الاقل هتلخص لك شويه حاجات فاهم، بحيث انك تكون داخل في الريدنجز تبقى فاهم ان الريدنجز تبقى طويله. فانت ما تروحش تقرا الريدنجز كلها، بالعكس على فكره الدكتور مش عايزه كده. الدكتور عايزه المواضيع اللي هي تتناقشها، والمواضيع الافكار اللي بتقولها وبتقولها في السلايدز انك انت تذاكرها في مش انك تشطح بقى في الريدنجز فاهم قصدي. لا الحاجات اللي هي موجوده في السلايدز المواضيع دي تروح لها في الريدنج، لان الريدنجز هتلاقيها مثلا ممكن تكون كتاب او كده، ممكن مثلا يوصل مثلا يكون مثلا 100 صفحه او 100 وشويه او 200 فاهم. فمش تقرا كل ده اكيد، انت هتشوف النقاط او المواضيع او العناوين فاهمني. هو والله فينا صفحتين مثلا ثلاثه عن مثلا الانتجريشن، 3 صفح 4 صفح هنا عن مش عارف الرياليزم الليبراليزم فاهم. بس فهتذاكر تحفظ لو انت شاب عربي يعني فاهم ابدا بالسلايدز. ولو في وقت انت تشوف النجم بس ابدا بالسلايدز، ذاكر السلايدز احفظها. لو انت حفظتها بس صم كفايه، الدكتور تجاوب تديك اجابك وخلاص، تديك درجتك. ولو انت حتى مش قادر تحفظها زي ما قلت لك هتعبر بطريقتك بالانجلش. بس على الاغلب هو في نموذجين، النموذج اللي الانجليش بتاعه ضايع خالص فهيروح يحفظ، والنموذج اللي الانجليش بتاعه كويس تمام فهيفهم. وفي الحالتين وهيكتب بالطريقه اللي هو فاهم بيها. وفي الحالتين طالما انت المحتوى السلايدز دخل جوه عقلك وعرفت تكتبه في الامتحان باذن الله خدت درجه كويسه تمام. بس فما تقلقوش، الماده كويسه، الماده سهله، الماده حلوه، الماده لذيذه، الماده تفتح لكم افاق وهتساعدكم في بناء مستقبلكم تمام. لان احنا كلنا عايزين، يعني مش كلنا بس معظم الناس بتقول لك يعني بتفضل انترناشونالز الاي ار، لانه الاي ار فاهمني وما ادراك ما الاي ار لو انت اشتغلت في حاجه لها علاقه بالاي ار فاهم قصدي. ففي الاي ار هتقبض بالدولار، في الاي ار هتركب الطياره مع الطيار. يعني وهتسافر وكده، ومش شرط يكون في استقرار، بس هتبقى دايما في المطار. في الاي ار في الاي ار ايه، كنت ألف قصيدة دلوقتي بس يلا. أنا كنت بكتب شعر زمان، والصراحة الكلية يعني مش مخلياني عارف أبص حواليا. فممكن أقول لكم إيه، ممكن أقول لكم ارتجالة كده مني. آه، أرجوك يا صديقي، مهما طال الليل دايما هيجي نهار. آه، ركز كويس وهتعدي بإذن الله الاي ار. انا عايزك تبقى ذكي وعندك جوه عقلك استقرار. آه، وحتى لو انت مش حابب الواقع اللي انت فيه فمش هينفع تلوذ منه بالفرار. الصح انك تواجهه، وانك تواجهه انك تواجهه وتعمل اللي عليك وما تقلقش مهما صار. آه، واكثر يا صديقي من دعواتك ومن الاستغفار. انا بحبك و آه، ويعني نفسي اشوفك وزير سفير صاحب قرار. اشوفكم الفيديو الجاي على خير وانتوا دايما اخيار. آه، وافتكروا ان انتوا اللي في ايديكوا دايما الاختيار، اما انكم تكونوا ناجحين او تلوذوا بالفرار او او يعني اهم حاجه اوعى تيأس مهما صار، واوعى ابدا تنهار. دايما خليك كلك عمار، وقوم قوم من اي حاجه تمام انت فيها وتشجع كده. واشوفك الفيديو الجاي على خير، لان انا قررت ان انا مش قررت مش
انا قررت ان انا يعني انا عايز اشرح شويه من اي ار. هعمل كام فيديو كده بشرح فيه شويه من اي ار. الموضوع ده كان بيجيلي كتير، يعني بفكر فيه كده. اصلا النهارده يعني الساعه دلوقتي 1 بالليل. بعد منتصف الليل النهارده الخميس، وامبارح كان الاربع، وانا لسه جاي من محاضرات وبتاع، وبكره عندي سكاشن غالبا هطبق. مش عارف بعمل كده في نفسي ليه، بس دي فكره جات لي وكنت نفسي اعملها. انا نفسي اشرح، نفسي يعني حاسس ان انا جوايا حاجه مميزه، ان انا قادر ان انا اتواصل مع غيري، قادر ان انا افهم غيري، قادر ان انا اعبر عن نفسي واعبر عن غيري. فدي حاجه يعني نفسي دايما اشرح. انا طبعا انا مش انا الدكتور ولا انا المعيد ولا كده. بس انا هحاول الماده بالانجلش وكده، فهحاول ان انا ايه يعني ابسط الدنيا شويه كفوكابلري كده بالانجلش وكده، وهفهمك الدنيا. نقرا شويه السلايدز مع بعض وافهمك كل جمله قصدها ايه. بس فادعيلي، يعني ادعيلي معاك ان انا اكون انسان كويس. ادعيلي معاك ان انا نفسي اكون فخور بنفسي. يعني نفسي الناس برضو اللي تبقى عارفين تبقى فخوره بيا. آه، عارف، الناس تبقى فخوره بيا، مش الناس انها تبقى شايفه فيا حاجه حلوه او شايفه فيا حاجه كويسه وهي عايزه مثلا تاخدها مني وخلاص. فاهم قصدي؟ بس تفرق يعني ان حد يكون مبهور بيك، او مش مبهور بس اللي هو واو انت، انا بحترمك، انت عندك حاجه كويسه جدا، فاهم، ومش عايز حاجه منك. تمام. وبين حد هو شايف كده، الله، اديني كذا، اعمل كذا معايا كذا، زي مش عارف ايه كده، فاهمني. وعلى فكره حاجه كويسه ان انا اساعد الناس، وان انا فاهمني. وبالعكس ان لو واحد قادر يعمل حاجه يساعد غيره بكده. بس قصدي ان ما يجيش ده يكون في المقام الاول. فاهم قصدي؟ انا يعني انا عايز بجد احس بذاتي، واحس ان انا عملت حاجه ملموسه، نجاح ملموس، فاهم، مع غيري. وبالتالي برضه هو حابب ان هو ايه يتعلم مني ويستفاد مني. فاهم. لكن مش في المقام الاول ان هو حابب يعرفني عشان مصلحه وخلاص، لا، هو حابب يعرفني او مبسوط بيا عشان فعلا عملت حاجه كويسه. فادعيلي فعلا اعمل حاجه كويسه في حياتي يكون ليها معنى، يعني عشان اعرف نفسي احقق الحاجات اللي انا نفسي فيها. يعني انا نفسي في حاجات بسيطه زي اي انسان، يعني مش عايز احتل العالم. يعني انا بس فاهم الواحد يدخل الجنه، يحقق ذاته، يحس ان هو كده راجل كمل كده في نفسه، فاهم. متناسق مع نفسه. بس ف فادعيلي معاك يعني. و بس اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام.